بقالي كتير ما اتكلمتش على الاهلي من ساعه ما بدا يلعب ماتشات وديه شفنا فيها ظهور للاعيبه كتير زي كريستو واسامه ابو علي. بعد كده لعبنا ماتشين قدام شباب بالوزداد ومديام الغاني. علشان كده تعالى اكلمك في كام نقطه ايجابيه من الماتشين اللي فاتوا. البدايه مع مصطفى شوبير الحارس اللي اصابه الشناوي كانت في صالحه علشان ياخد الفرصه في اختبارات حقيقيه ويثبت جداره كمان. اوفا بيلعب ماتشين خارج الارض وفي دوري ابطال افريقيا بيعمل 2 كلين شيت وبيصد 10 تصديات منهم 6 داخل منطقه الجزاء علشان كمان يكتم كل الناس اللي كانت بتشكك فيه ويقول لهم انا قد المسؤوليه. اما بالنسبه لاسامه ابو علي الصفقه اللي بتظهر معانا من اللمسه الاولى اعتقد باين من لمسته وتحركاته انه مش جاي يهزر، وشفناه كلنا في مباراه ميدياما لما نزل بديل لموديس. الكره اللي اخدها فيرست تايم من بعد نزوله بتقول انه عاوز وقت اكتر جوه الملعب. بشكل عام الفرقه ماشيه الى حد ما كويس جدا، وطبعا مش محتاجه اتكلم عن دور امام في نص الملعب من اول الضغط واستخلاصه الكتير قوي للكوره والرؤيه اللي بيمتلكها في نص الملعب بتخليه يلعب كرات صح في اغلب الاوقات. الصعود قبل الماتش السادس في المجموعات انجاز وحاجه مطمئنه جدا، وايا كان اللي هنلعبه في الدور الثمانيه قادرين نعديه حتى لو